أول ما جيت على عنتاب كان كتير عندي صعب من عادات من تقاليد، لقيت كتير صعوبة لبين ما تأقلمت. من بعد يعني استقراري قدمت على بغرفة الصناعة، كان في يعني مشروع. جيت على عنتاب. أول فترة كانت كتير صعبة علي لبين ما تعودت، لأنه عاداتنا وتقاليدنا بتختلف. بعدين شفت على الفيس غرفة الصناعة عاملين مشروع، قدمت تدريب، يعني تدريب مهني. قدمت لهنيكة وسويت دورة تدريب مهني، تعبئة وتغليف المواد الغذائية 2 شهر. ومن بعد ما خلصت التدريب الحمد لله لقيت شغل فورا. تعلمت مهنة الحلقوم، تعلمت بمعمل هون بغازي عنتاب، أخذت خبرة تقريبا 1.5 سنة 2. حبيت المجال كتير. بعدين لقيت في مشروع كمان بغرفة الصناعة للدعم لسيدات الأعمال، قدمت على المشروع وأخذت الدعم، وبلشت إنه أسس يعني شغلي باسم ماركتي. يعني أنا تعلمت مهنة، قلت بدي أكمل كمان فيها. ليش أنا يعني أتمع بشتغل يعني عند العالم، أنا بشتغل بمهنتي، يعني أنا إنه صار عندي خبرة. تعلمت واشتغلت وصابرت، والحمد لله رب العالمين. بهذا المشروع يعني قدمت، سويت اسم لحالي باسم ماركتي. حبيت انه انا يعني اكون معتمدة على نفسي، لانه انا كنت بحلب ربة منزل، ما كان عندي يعني مهنة. وقت اللي جيت لهون وشفت انه يعني في فرص للنساء، حبيت انه يصير شيء باسم ماركتي، يكون في عندي هدف لإلي. لهيك أنا أسست هذا المشروع، وجاني الحمد لله دعم من غرفة الصناعة، من البلدية، من الكوسكب، أخذت منحة من الأمم المتحدة. يعني هذا الشيء كله تساعد بمشروعي. وبلشت يعني الحمد لله رب العالمين، صارت يعني ضمن تركيا وخارج تركيا، صرت إنه أوزع باسم ماركتي. والحمد لله رب العالمين يعني بتركيا عندي صار يعني زباين بإسطنبول، بأنطاليا، بقونيا، بأزمير، ببورصة، أذربيجان. وكمان عندي بالشرق الأوسط صار في كمان عندي بدبي، السعودية، روسيا كمان خارج شو اسمه تركيا، بروسيا كمان. إن شاء الله هلا كمان بضاعتنا رح توصل لأمريكا بإذن الله. يعني مشروعي الحمد لله عم يتطور شوي شوي، يعني بالأصرار، باعتمادي على نفسي، بمساعدة فريق عملي. هذا الشيء كلياته بفضلهم كمان. هدفي نكون ايد وحده، المرأة السورية والمرأة التركية. هذا أول هدفي، أدعم المرأة السورية والتركية. نحقق هدفنا، ما في شيء يوقف بطريقنا. من هذا الشيء أنا كتير عندي يعني إصرار، لأنه ما في شيء بيوقف بطريق أي إنسان إذا حط هدف بباله. وأنا كمان يعني هدفي إنه أدمج ثقافتي بالثقافة التركية. مثلا نحن عنا كتير مناسبات، مثلا مثل مناسبة الحاج، الأفراح، عنا مثلا راحة خاصة. وبتركيا كمان هون كتير مشهور اللقم. أنا دمجت البهارات مثل ما بقولوا السورية على هون بالتركية، يعني سويت شيء مميز يعني شو اسمه بشغلي. يعني هذا الشيء بيميزنا إن شاء الله عن غيرنا. وهلا كمان في من شغلنا، من المهندس، من الفريق العمل اللي عم نشتغل مع بعض، سوينا لقم بالفيتامين. هي أول معلومة لكم. وإن شاء الله يعني في مجموعة كتير كبيرة، في كتير شغلات عم نفكر فيها مشان لقدام إن شاء الله للمستقبل عم نساويها هلا. يعني إن شاء الله بلكي خلصت الكورونا في كتير شغلات إن شاء الله مميزة رح نضيفها لشغلنا. أول ما بلشت مشروعي طبعا كان كتير في دعم من طرف أهلي، من طرف قرايبيني، رفقاتي. يعني نحن بمجتمع السوري ما كان عنا إنه المرأة ما كتير كانت بتشتغل. يعني وقت اللي شافوا هذا الشيء مني أنا كتير شجعوني، عطوني كتير معنويات، عطوني دعم. لازم إنه أتم مستمرة بطريقي، لأنه أنا كمان يعني ظروفي، مثلا أنا جيت أنا وابني، ما كان في حدا يعني جنبي، بس أهلي الحمد لله كانوا واقفين معي، رفقاتي. وأنا بقول يعني لكل مرأة
ما تخاف من شيء، يكون عندها هدف لحياتها، الاستمرارية، ما في شيء بيوقف بطريق أي شيء. يعني المرأة والرجل بمساواة بعضهم، كل واحد في عنده عقل، وكله لازم إنه كل إنسان يشفي بذاته، يعني حقق ذاته. من هذا الشيء أنا كمان بشجع كل مرأة إنه إيش في عندها إمكانيات تحسن تساويها، ما تخلي شيء واقف بطريقها.